بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أرجو تركزوا معايا، هقول لكم كلمتين صغيرين. إحنا في عالم مليان بالتعب والمشاكل، كل يوم يطلع لنا مشكلة جديدة، وكل واحد فينا عنده ضغوطات. اللي مضغوط من جهة أمور مالية أو صحية أو مجتمعية أو اجتماعية أو أي حاجة يعني. أنا عايز النهاردة نتفق إن إحنا ملناش ملجأ غير ربنا، واللجوء لله هو اللي إحنا بنسميه الصلاة. خايف يكون الصلاة بالنسبة لنا هي مجرد كلمات بنقولها، أو تكون واجب بنزوغ منه. لكن لو فهمنا إن الصلاة هي السند وهي القوة اللي بتحافظ علينا في الحياة، مهما كان هناك ضغط هنبقى أشداء. في فرق بين إن ربنا يوعدنا إن ما يكونش في ضيقة، وإنه يوعدنا إن يكون معانا. هو ربنا وعدنا إن ما فيش ضيقة، ولا بالعكس قال إيه؟ طيب هيسيبنا لوحدينا؟ لا، إحنا دايما في حالة نصرة. ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان كده هقرأ لكم آية قالها معلمنا بولس الرسول في فيليبي 4:6. ركزوا. بيقول: لا تهتموا بشيء، طالش هم، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. عندنا في فعل ما نعملوش وثلاث أفعال نعملهم. الفعل اللي ما نعملوش هو لا تهتم. الثلاث أفعال الصلاة والدعاء والشكر. نتيجة كده تعلم طلباتكم لدى الله، معناها ربنا يقول لك علم ووصل. نقول له تستجيب امتى؟ يقول لك سيبها لي انا بقى. هتعمل ايه؟ يقول لك سيبها لي انا. عشان كده في نوع من الصلاة نتعلمه من العذراء مريم. لما كانت في عرس قانا الجليل، كلامها مع المسيح هو صلاة ودعاء وطلبة من 3 كلمات: ليس لهم خمر. بس خلاص علمت طلبك عند الله. خلي بالكم، هي لا قالت له اقتراح للحل، ولا قالت له يلا نمشي عشان ما نحرجهمش ما عندهمش خمر، ولا اي حاجة، غير ان هي عرضت الاحتياج: ليس لهم خمر. طب انت متوقعة يعمل ايه؟ إيه اللي يعمله، بس المهم انه هيعمل. عشان كده توجهت بالكلام مع الخدام، قالت لهم: مهما قال لكم فافعلوا. الصلوات دي يسموها الصلوات القصيرة أو الصلوات السهمية. 3-4 كلمات لكن يجيبوا المطلوب. الصلاة هي سندة. اللي يزوغ من الصلاة كأنه بيستغني عن سندة ربنا. مين فينا يستغني؟ كلنا محتاجينه. هناك ضغوط في الحياة ممكن تخلي الإنسان فينا ينهار ويضيع. كانش يبقى مسنود على ربنا هيضيع. فأرجوكم ما تسيبوش الصلاة. والصلاة يعبر الكتاب المقدس عنها إن هي نوع من الاشتياقات. زي ما نكون
في شخص بنحبه واشتقنا له، فما هواش واجب ان احنا نتصل بيه ولا حاجة تقيلة على قلبنا، بالعكس هي حاجة محبوبة، ونتمنى نتقابل نتقابل نقعد مع بعض ونتكلم وندردش، ناكل ونشرب ونقضي أيام ونقول أيام جميلة مش عايزينها تخلص. ده إذا كان الشخص محبوب. لو كان في شخص تقيل على قلبنا تبقى مكالمته تقيلة ومقابلته تقيلة، ولما يغيب نستريح، ويبقى أحيانا نحس بالواجب، ده أنا نسيت أتصل بيه، فنوع من الواجب، ونحاول نزوغ من المكالمة، ونحاول نزوغ من المقابلة. هل ربنا بالنسبة لنا شخص محبوب ولا شخص تقيل على قلبنا؟ اوعوا تضيعوا فرصة ان احنا في الكنيسة نكون مش بنصلي، يعني نقضي وقت، العشية تاخد لها ساعتين، القداس ياخد له ساعتين، تسبيحة تاخد لها ساعتين، ده أقل صلوة عندنا ساعتين. نقعد نصلي بجد، مش مجرد موجودين في هيصة. لو الناس كلها بتهيص خليك انت متصل. واحنا قاعدين دلوقتي بتكلم، ممكن تسيبني وتتصل بالله، خليك قاعد تتكلم معاه طول الوقت. اتعلموا ان احنا دايما نكون في حوار دائم مع الله لا ينتهي. الاشتياقات يقول عنها المزمور: يا الله إلهي إليك أبكر. يعني إيه أبكر؟ أقوم بدري عشان ألحق أكلمك قبل ما الناس تشغلني. عطشت إليك نفسي. عطشت زي ما يكون جو حر اللي احنا فيه ده وقدامنا مية والواحد عطشان. يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أرض ناشفة ويابسة بلا ماء هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، عمالة تاخد مننا ما تديناش، تاخد جهد وطاقة ووقت وضغط. طب أنا في الآخر هضيع، أرجع لربنا هو اللي يرويني، هو اللي يشبعني. عشان كده يقول له زي الأرض العطشان. ويقول مزمور تاني كلكم حافظينه: كما يشتاق الأيل اللي هو الغزال، يشتاق إلى طب ليه بيشتاق لجداول المياه؟ عطشان، حر. هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. بصوا يا جماعة، خلينا نتفق، ما كانش الصلاة اشتياق ربنا يقول ملهاش طعم. زي بالظبط في علاقتنا مع بعض، ما كناش نتقابل باشتياق ملوش لازمة. لاقيني ولا تغدين. لاقيني هنا بمعنى الاشتياق والمحبة والأحضان أهم من إنك أنت تجيب لي هدية أو تغدين. فالمسيح نفسه يقول كده: أنت جاي تصلي ليه؟ واجب ولا عادة ولا موسم ولا عشان في نهضة ولا عشان في متكلم جاي، ولا أنت مشغول بمين؟ تقول له: يا رب في الدنيا دي كلها ايش غيرك أنت بس. لا واخد بالي مين اتكلم النهارده ولا صفته ولا واخد بالي مين اللي صلى ومين اللي قرأ ومين عمل أنا مشغول بواحد وحيد فقط، هو مين؟ مسيح. عيني عليه ومركز فيه، هو دي الصلاة الحقيقية. وخلي بالكم اللي يصلي كده جوه الكنيسة بطريقة التركيز على المسيح هيلاقي نفسه هو خارج بيتكلم مع المسيح، هو ماشي بيتكلم معاه، لما يوصل بيتهم بيتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه اقول له: يا رب انا مشتاق لك.
يقول لي يا ابني ده انت معايا من بدري. اقول له بس انت يعني انت جمالك مخليني مش شبعان منك. كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ أتراءى يعني أظهر أمام الله، يشوفني يعني. بيقول متى أجيء. طب أنت إيه اللي معطلك؟ كأن اللي بيقول المزمور بيقول يا رب ممكن تعزمني؟ إمتى أجيلك وأتراءى قدامك؟ كأن ربنا يرد يقول يا حبيبي البيت مفتوح والباب مفتوح والقلب مفتوح، كلم وأنا موجود. هقول له يا رب أنا برضه محتاج زقة منك. خلي بالكم حتى الصلاة محتاج زقة من ربنا. عشان كده تلاحظوا في التسبيحة في بدايتها نقول يا رب افتح شفتي فيخبر فمي تسبح. بس انت تفتح الأول. نقول له إذا وقفنا للصلاة أعطنا يقظة لكي نفهم كيف أن نقف أمامك وقت الصلاة. أنت يا رب اللي تديني النعمة عشان أعرف أصلي. عشان كده لما أقول له متى أجيء وأتراءى قدام الله، كأني بقول له يا رب أنا من غير الزقة بتاعتك مش هعرف أقف. لو أنا تحججت إن مفيش وقت، لا الوقت موجود. لو تحججت إن أنا مفيش صحة، أقول لك صلي وأنت قاعد. هو في إيه اللي يعطلنا عن الصلاة؟ مفيش حجة. إذا كان هناك اشتياقات حقيقية ومحبة حقيقية وانبهار بشخص المسيح ومحبة ليه، مفيش حاجة تعطلنا عن الصلاة. عشان كده المزمور يقول ذكرت في الليل اسمك، و7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. في الليل أذكرك وبالنهار أذكرك. الليل والنهار ممكن يكون مقصود بيهم فعلا ليل حقيقي ونهار حقيقي، لأن في صلوات نهارية وصير في صلوات نص الليل. لكن كمان ممكن مقصود بيهم النهار هو فترات النشاط الروحي، والواحد يبقى بصحته وعافيته ويكون كمان مزاجه رايق ونفسه مفتوحة للصلاة. ده أيام نهار. يجي علينا وقت اسمه ليل، اللي هو الواحد يبقى منهك وتعبان ومرهق وملوش نفس ومضغوط وبارد وعايز يزق نفسه بالعافية للصلاة، سموها ليل. المزمور قال لا، في الليل ذكرت اسمك و7 مرات في النهار سبحته. أقوم وقت السحر لأبارك اسمك، يعني وقت باكر. سبقت عيناي وقت السحر، يعني عينيا بتسبقني عشان أقوم أتكلم مع ربنا. وفي أشعياء يقول في طريق أحكامك يا رب انتظرناك، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. هو ده اللي بيصلي صح. يلا خلينا إحنا كمان نطرحنا والواحد يبقى عنده كده حماس إنه يصلي بالحق زي القديسين. إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. بنفسي اشتهيتك في الليل. قلنا الليل اللي هو أوقات الضعف. أيضا بروحي في داخلي إليك أبكر، يعني مشتاق إن أنا أصحى بدري عشان أكلمك. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أناجي وروحي تبحث. الصلاة هي اشتياق. لما يكون الكتاب المقدس بيقول
على لسان المسيح: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. يصير الموضوع ما هوش مرهق، دي التفاتة، بل الالتفاتة هي نوع من الصلاة. قريت في مرة عبارة يمكن قلتها كتير لناس، يقول لك وانت في القداس من آن لآخر بص على أيقونة المسيح وتنهد، وفي آخر القداس هيكون مجموع التنهدات دي هي الصلاة الحقيقية. بنقول نصوص كتيرة جميلة ورائعة وألحان ونغمات، لكن القلب لازم يتنهد قدام ربنا. التنهدات دي تبقى صادرة من قلبك توصل لإيه؟ لقلب المسيح. بسيط، أبص له كده أقول له يا رب أنت عالم، يقول لي العينين بتتكلم. أحيانا يقولوا في صلاة اسمها صلاة القلب أو صلاة صامتة، أقف قدام ربنا ما أتكلمش، أقف قدام ربنا ما أتكلمش. بشبهها زي الطفل الصغير اللي عمال يبكي ومامته مش فاهمة هو فيه إيه، فشالته راحت للدكتور، يقول لها يا بيشتكي من إيه؟ تقول له ما اعرفش، عمال يعيط يعيط يعيط، خايفة يكون في مغص، في عنده صداع، في تسنين، في مش عارفة حاجة. الدكتور هو اللي يكتشف ايه اللي عند الطفل لانه مش عارف يعبر. فاحيانا احنا نقف قدام ربنا ونقول له يا رب انا مش عارف فيا ايه. بصوا الصلاة بسيطة ازاي. يا رب انا مش عارف فيا ايه، فيا حاجة غلط، انا مقريف، انا تعبان، انا ملخبط الدنيا، ناس كتير زعلت مني، انا يا رب مش عارف حالي مش مظبوط، انا متشقلب. لو في حاجة هقدر اقول لك يا رب انا فيا ايه، لكن انا مش عارف. انت الطبيب الحقيقي اللي تقدر تكشف وتعرف ايه اللي فيا. زي المزمور يقول امتحني يا رب واختبرني، ان كان فيا طريق باطل صلحه. احيانا العربيات اللي هي الماركات الجديدة لما بيعملوا لها صيانة بيعملوا ايه؟ دخلوها جوه توكيل في جهاز كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر يعرف يقول لك هنغير الزيت وهنغير مش عارف الفتيلة دي والجوانة دي تطلع جديدة. ممكن يكون اللي بيقود العربية حاسس ما فيهاش عيوب، ما اشتكتش. احنا بس لازم في صيانة، لما بروح للصيانة هو يقول لك لا، يطلع حاجة تكون مصدية. طبعا اللي بيقود العربية مش واخد باله انها صد. فانا باجي على ربنا اقول له يا رب انت التوكيل، انت الكمبيوتر اللي هيكشف ايه العيوب اللي فيا، صلحني. صلاة بسيطة جدا. خلي بالكم يا جماعة، كلما كانت الصلاة بسيطة كلما وصلت لقلب ربنا. أول ما نعقدها تمشي في حتة بعيد. بقت سهلة. كلموا ربنا ببساطة كمثل الصديق اللي مش بتحفظ في الكلام معاه. في ناس الواحد لما يتكلم ياخد باله من كلامه، وفي ناس الواحد يتكلم على سجيته، يقول لك بص احنا ايه عارفين بعض. صدقوني حتى الناس اللي بنتكلم معاهم على سجيتنا احيانا يفهمونا غلط ويزعلوا، وتقول له انت عارف ان انا انسان بسيط مش بلاوع في الكلام، انا كلامي بسيط. لكن ربنا عمره ما يفهمنا غلط. نتكلم معاه براحتنا، نتكلم معاه براحتنا وبعبارات بسيطة قليلة. يعني مثلا العشار، يقول ربنا يسوع المسيح أما العشار فوقف من بعيد، من بعيد يعني مكسوف،
لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء من الخجل، يقول له يا رب ليس لي وجه عشان أتكلم معاك. قرع على صدره علامة الإيه؟ توبة والندم، وقال 4 كلمات، قولوهم كده: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. كانت النتيجة إيه؟ نزل إلى بيته مبرر. المسيح ليه قال المثل ده؟ عشان نقولهم 4 كلمات دول. ده طلعت الحكاية في منتهى البساطة. الشيطان أحيانا يخيل لنا إن الصلاة دي هندسة كيمياء، حاجة جبارة ولا حاجة. دي كلمتين يوصلوا لقلب ربنا. اللهم ارحمنا أنا الخاطئ جابت البر. طب اللص اليمين قال ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. 5 كلمات. حصل ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. طلع ربنا بسيط وجميل وقريب، مش هنتحايل عليه. بعض الناس عشان يصدقك تجيب له براهين، بعض الناس عشان توصل له تجيب له وسايط، بعض الناس علشان يقتنع بقضيتك تتكلم معه بوجوه كثيرة، تجيب له من هنا وتجيب له من هنا وتجيب له محامي. وبعض الناس يحب الإلحاح عشان تشبع غروره. أما الله فقريب جدا للذين يدعونه، بس الذين يدعونه بالحق. اللهم ارحمني أنا الخاطي نزل إلى بيته مبررا. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. الابن الضال قال له ايه؟ اخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. قال ايه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. الله مش محتاج إلحاح ولا براهين. من الحاجات اللي بتثير عجبي ان احنا في القداس ابونا في سر حلول الروح القدس يرشم 3 رشومات على القربانة ويقول هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. نقول ايه؟ نؤمن. و3 رشومات على الكاس والمزيج الذي في هذه الكأس دما كريما للعهد الجديد الذي له. ونقول ايضا نؤمن. خلاص بقى جسد بقى دم. هل بنكررها تاني؟ بنأكد على ربنا نقول له يا رب انت ما سمعتهاش، ممكن اقولها لك تاني؟ انا خايف يا رب تكون المرة دي ما استجبتش. ما عندناش دي خالص. هي كلمة واحدة قدام ربنا. عارفين كلمة كلام واحد، كلام مسيحي، ده مع ربنا كده. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. يغفر. يعني ربنا بسيط جدا جدا جدا. خلوا صلواتكم بسيطة. اتكلموا مع ربنا أي وقت بأي حالة بأي كلمة تيجي على بالك. جات لي أم من عدة أسابيع، يعني عندها تجربة كانت صعبة، إن لها بنتها 15 سنة توفت فجأة بدون مقدمات. بس التعزية الجميلة إيه؟ لقت في الأجندة بتاعتها كاتبة صلوات عندها 15 سنة البنت، كاتبة صلوات للمسيح في منتهى البساطة. تقول له يا رب يسوع بقالي 3 أيام ما بتجيليش ليه؟ عايزين نقعد مع بعض زي كل يوم. وفي مرة كاتباله بتقول له هو أنا البنطلون اللي لبسته امبارح ما كانش عاجبك ولا إيه؟ وبعدين بقى قالت له أنا نفسي أجي عندك، كفاية كده الدنيا دي ملهاش لازمة. 15 سنة. قالت له عايزاك السنة الجديدة أكون عندك معاك. وتنيحت ليلة رأس السنة فعلا. مامتها تعزيتها إن شافت الكلام ده بعد النياحة.
البساطة حلوة، وجمال جمال العشرة، وجمال تذوق المسيح كصديق. نقعد كده ندردش مع بعض ونقول له كلام في منتهى البساطة. تخيل حد بياخد رأيه في البنطلون اللي بيلبسه، وفي المشوار اللي هيروحه، وفي الأتوبيس اللي هيركبه، وفي الشارع اللي هيعدي عليه، أعدي من الشارع ده ولا من الشارع ده. خلوا المسيح هو الصديق الألصق من الأخ. الصلاة محتاجة بساطة وكلمات قليلة تصل إلى قلب الله. والصلاة تحتاج اتضاع. الله متضع ولا متكبر؟ امال مين المتكبر؟ لا مش احنا، ما تتهميش نفسك، انتوا ناس طيبين. الشيطان هو خطيته الكبرياء. طب الانسان المتضع يبقى ماشي مع ربنا ولا مع الشيطان؟ طب والمتكبر؟ بس في حتة خطر بقى، ان مفيش حد عارف ان هو متكبر. كل واحد يفكر ان هو متواضع. فلازم ناخد بالنا من الحتة دي. صلاة المتضع تخترق الغيوم، تدخل لقلب الله. والاتضاع أمام الله ده شيء طبيعي، مش مفروض يكون مفتعل. أقول لكم ليه. لأن ممكن دكتور هنا في شارع شبرا يكون بقاله كتير شغال دكتور، والناس كلها عارفاه بتروح له ومشهور جدا، لكن لو اتقابل مع دكتور مجدي يعقوب يحس انه ايه؟ صغير قوي. يقول لك انت استاذنا وانت كبير وانت راجل امير القلوب. طب ده اللي وقف قدام مجدي يعقوب يقارن نفسه بمجدي يعقوب. طب اللي يقف قدام ربنا يحس بايه؟ ولا حاجة خالص. شوفوا ابراهيم ابو الاباء قال ايه؟ شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. هو احنا في الحقيقة احنا ايه؟ الانسان نفخ. الواحد فينا بيفكر في نفسه ياما هنا وياما هناك، وفي الآخر حتة فيروس يجيب أجله. هو احنا ايه؟ ما احنا نفخ. الواحد لازم يلم بالدور. اللي عامل نفسه هو اللي بيسوي الهوايل يفتكر ان هو نفخة، انما الانسان نفخة. فنقف على الاقل امام الله في اتضاع. يعني لو مسموح لنا، وده مش مسموح، لو مسموح لنا ان احنا نتقلط على الناس، ما ينفعش نتقلط على ربنا. إذا كنا نشعر بكياننا قدام الآخرين، كيف نشعر بكياننا أمام الله؟ هو الخالق وإحنا الخليقة، هو اللا محدود وإحنا تراب رماد. عشان كده أشعياء لما شافوا في الرؤيا قال ويل لي إني هلكت. ليه بس يا أشعياء؟ أنت راجل طيب وكويس، أنت قديس، أنت نبي. قال لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت رب الجنود. مجرد أنه شاف رب الجنود قال أنا أروح فين أنا؟ منوح لما شاف الملاك قال إيه لمراته؟ نموت لأننا رأينا الرب. حاسس إن مين يستحمل يشوف رؤية زي كده؟ عشان كده أرجوكم من أجل ربنا ومن أجل خلاص نفوسنا أن نستعيد هيبة الكنيسة. كلام في الكنيسة والحركة في الكنيسة والتصوير في الكنيسة والرايح جاي شيء لا يليق إطلاقا بهذا المكان العظيم، بيت الله وباب السماء. بص دانيال لما وقف يصلي قال له إيه؟ لك يا سيد البر، أما لنا فإيه؟ خزي الوجوه. ليه؟ يعني تقول كده ليه؟ يقول لأننا إحنا غلابة.
يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا ليه. لرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه. إيه منظر السرافيم وهم واقفين قدام الله؟ عارفين المنظر بيعملوا إيه؟ يغطوا وجوههم ويغطوا رجليهم ويطيروا باتنين. طبعا لازم نبقى فاهمين إن السرافيم والملائكة والقوات السمائية ملهاش شكل زي بتاعنا، عندها أجسام روحانية مش أجسام مادية. فهسأل اللي شاف الرؤية يقول له يعني إيه جناحين؟ هم عندهم أجنحة زي بتاعة النسور والطيور؟ يقول لي لا، حاجة تانية خالص. طب يعني إيه يغطون وجوههم؟ هم لهم وش زي بتاعنا؟ يقول لي حاجة تانية خالص. طب ليه قلت كده؟ يقول لك هناك هيبة غير عادية، يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده غير المنظور وغير المنطوق به. بنقول كده في اللحن أزبازست. يبقى لازم لما نقف قدام ربنا نقف بهيبة، مهما اعتدنا على المكان، لأن كنيستنا اللي اتربينا فيها من صغرنا، ومهما اعتدنا على الوضع عشان بقينا كهنة، أنا مثلا كاهن وبقالي سنين كاهن وواقف قدام المسبح كل يوم، لا لا لا، مخافة الله وهيبة المسبح تتجدد كل يوم. مفيش الاعتياد اللي يخلي الواحد يفقد هيبته. لازم قدام الله يبقى فيه خشوع واتضاع، ويصحب الخشوع والاتضاع توبة واعتراف وطلب الرحمة. الكنيسة علمتنا أن لا نكف عن كلمة كيريا ليسون. ما بنعرفش نعد احنا بنقول كيريا ليسون كم مرة في اليوم، من كتر ما احنا محتاجين الرحمة، ونقول له كرحمتك يا رب وليس خطايانا. البساطة والاتضاع، الكلمات القليلة أمام الله بس أبقى مركز فيها وأعنيها. أعنيها يعني أبقى مركز أنا بقول إيه وأقصدها، مع الاتضاع والخشوع والاعتراف. أيضا ضروري يا جماعة في الصلاة يكون عندنا إيمان. المتردد لا يأخذ شيء. لازم يكون عندنا إيمان زي الجبل. وخلي بالكم، اسمعوني في الحتة دي بالذات، الإيمان مش معناها إن احنا مصدقين فقط أن الله يعمل معجزات، لكن مصدقين أن الله موجود في حياتنا. ليه بقى؟ الأسبوع اللي فات يعني في أيام صيام العذراء كان في واحدة تعبانة كانسر وحالة متأخرة، ووالدتها بتحب ربنا قوي وبتحب العذراء قوي، وقالت لها يا عذراء أنا واثقة أنت لازم تعيدي عليا وتشفيها. والبنت تنيحت يوم عيد العذراء، فحصل هزة كبيرة في العيلة. ليه؟ متعلقين بالإيه؟ معجزة. طب هو ربنا ما عملش معجزة يبقى مش موجود؟ مش بيحبنا؟ يبقى الإيمان إن أنا متأكد ممكن يعمل معجزة، وإن شئت وما عملش معجزة برضه مؤمن بيك. الثلاثة فتية القديسين، خلي بالكم فتية يعني عيال صغيرين في سن إعدادي، ما كانوش شباب يعني، دول 3 فتية. في الإنجليزي يقول لك 3 children، أطفال. وقفوا قدام الملك قالوا له إيه؟ هو بيسألهم أحقا يا صدراك ومشاخ عبد نار، أنتوا عايزين ما تسجدوش للتمثال الذهب؟ وأنتوا عارفين إن أنا هلقيكم في أتون النار؟ أجاب الفتية قائلين للملك لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، يوجد إلهنا يستطيع أن ينقذنا من إيدك، وإلا فلن نسجد للتمثال الذهب اللي أنت عملته. يعني إذا أنقذنا ده إلهنا،
وإذا اتحرقنا برضو إحنا متمسكين بإيمان. هندخل أتون النار حاجة من اتنين، ينقذنا أو نستشهد. في تاريخ الكنيسة في ناس أتون النار انطفى زي الثلاثة فتية، وفي ناس أتون النار أكلهم. في ناس الوحوش سدت أفواهها زي دانيال، وفي ناس الوحوش أكلتها. تسمع كتير عن قديسين، قديسة اسمها تكلة لسه قارين سيرتها امبارح، ألقيت للوحوش أكلوه. قديس اغناطيوس رموه للوحوش وأكلوه. قديس بوليكاربوس رموه في النار واتحرق. حدش اتهز إيمانه. ليه بقى؟ ما كانوش بيربوا الناس على المعجزة، بيربوهم على الصليب. اوعوا تكونوا انتم بانين ايمانكم على المعجزات، ويجي لنا واعظ يكلمنا في المعجزات نخرج متعزين وفرحانين كأننا كان ايماننا مستني المعجزة عشان نثبت فيه. لا، الايمان المبني على المعجزة ايمان هش. المعجزة لا تحدث في كل يوم. اذا حصلت خير، ما حصلتش خير برضه، لان احنا عارفين الهنا صانع ايه؟ خيرات. بطرس سجن، صلوا، طلع من السجن. حياته انتهت ازاي؟ صلب. فإذا مش كل مرة. وقبل ما بطرس يتسجن كان سجن مين؟ يعقوب واستشهد. فإحنا ما نتعلقش بالمعجزة، نصلي بإيمان، واللي عايزه يا رب اعمله وإحنا بين إيديك. هو ده الإيمان. عشان كده المسيح قال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. تنالونه دي مش معناها اللي انت عايزه بالظبط، اللي عايزه ربنا، لأن نحن لا نعرف ما هو صالح لنا. وقال يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد وقال أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. انتظر الرب وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. احنا يجب ان ننتظر الرب بإيمان. كفاية عليكم كده النهاردة، بس انا عايز، لا كفاية قوي، جو حار. اوعى يكون الكلام يتنسي. عايزين نصلي واحنا قاعدين دلوقتي، واحنا واقفين، واحنا خارجين، واحنا واصلين البيت، واحنا قايمين، واحنا نايمين. الصلاة الدائمة ببساطة قلب، بكلمات بسيطة، بكلمات قليلة، باتضاع قلب، بتوبة، بتذلل أمام الله، بإيمان شديد، بلجاجة، باستمرار ما نبطلش صلاة، عشان تبقى حياتنا مسنودة بالنعمة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.